دلوقتي ازاي اخرجها من ده؟ بوظت واحد. انت كويسه هناك يا سمور؟ ولا اقول يا فضيه؟ ولا اقول اسم تاني؟ صحابك بينادولك بايه؟ استني، انت ما عندكيش اصحاب مش كده؟ وراهن انك فخوره بده لسبب معين. تمام، امسكي كويس لحد ما ابوظ التانيين. ها سمعتي؟ امسكي كويس. اخرس خالص. عارفه ثبت علميا ان الكلام عن مشاعرك بيقلل التوتر وبيحسن المود. انا بس بقول لك هو ده. ماشي دلوقتي يلا نخرج من هنا. لا، لو فضلنا هنا هامر هيد هو اللي هيجيلنا. لا مش حاسس قوي انها فكره كويسه. بغير المواقع. ما تشغليش بالك بيا، كملي اللي بتعمليه. الهدف معايا، بثبته. حلو قوي. ينفع نخرج من هنا دلوقتي؟ في داهية يا حشر. عصفورين بحجر. تشكروا مساعد.
سلام يا فيليشيا. هشوف في ايه على البتاع ده. الإنسانية المسروقة في القواعد التانية. لازم اتصل بديفيد واقول له. اهلا. ديفيد، انا سبايدر مان. اعتقد ان ممكن اكون لقيت الامدادات الانسانية اللي رايحة سمكاريا. هاي، ممكن تبعت لي المواقع؟ في مشكلة صغيرة بس. هي في قواعد محصنة كويس بيحميها مجانين إلكترونيين معهم أسلحة متقدمة ودروع ضد الاختراق. في مشكلة صغيرة فعلا. طيب هستكشف المخابئ بتاعتهم الأول وارجع لك. شكرا يا سبايدر مان، انا بقدر كل مساعدتك فعلا. على اللي خسرته في الحجر الصحي. عايز اطمن على ام جي. بيتر انت كويس؟ الناس عماله تنزل صور ليك انت وهامر هاد والسمور والبلاك كات. في العادي هي بتجيب النحس، بس مش المرة دي. كنت عارفه انها لسه عايشه. كانت بتعمل ايه هناك؟ كانت بتنقذني وبتدلني على مخابئ هامر هاد. الظاهر انه كان بيخبي كل تقنيات السمور المسروقة تحت الأرض. ايه؟ ازاي؟ هحاول اكتشف واتمنى ان اقدر انقذ السمور لو لسه عايشة. اسمع، كنت بدور اكتر في موضوع سمكاريا. دي قصه طويله، بس هي حاجه انا عايزه يبقى ليا دور فيها، وكمان رئيسي موافق. استني، انت رايحة لسمكاريا؟ امتى؟ بالليل. ده موقف بيتطور بسرعه جدا. انت والسمور تقدروا تتصرفوا مع هامر هاد من غيري. مش معنى اني مش محتاج لك يبقى انا فعلا مش محتاج لك. حلو الكلام ده، بس اسمع، في دول كتير بتكبر دماغها من الأزمة دي. حتى دولتنا، الناس دي مغلوبة على أمرها ووحيدة في وسط منطقة حرب. أنا لو سجلت اللي بيحصل ده ونشرته مع بقية العالم، ممكن الحال يتغير، أو ممكن ينقذ حياة ناس. كلامك بيوحي انك بطلة بجد، بس فكرة انك تروحي منطقة حرب دي بتموتني من القلق. أنت واثق فيا؟ اكيد بثق فيكي. حلوة قوي. لازم أروح البيت وأحضر شنطتي. هكلمك بكرة لما أوصل. بحبك. وانا كمان بحبك. دي وحشتني فعلا. اهلا بيتر. مايلز، انت خلصت شغلك؟ ايوه، دلوقتي عرفت ليه كل ده مهم. بس اسمع، انا شفت اجهزة الشبكة اللي في شنطتك. هم دول عشاني؟ ايوه، بس ده لما تبقى جاهز. انت كنت فاتح شنطتي ليه؟ هي كانت مفتوحة وانا شفتهم. يعني وانا بس لاحظت ان شكلهم وحجم الفتحة زي بتوعك. وبعدين؟ طبقا لقانون هوك، قوة المرونة تتناسب خطيا مع المسافة لو باقي المتغيرات متساوية، بس أنا وأنت مش متساويين. واو، معاك حق. أي اختلاف في الوزن ممكن يأثر على قوة الشد ومعدل استهلاك سائل الشباك. وكم حاجة تانية، بس أنا قمت بكل الحسابات. لو قللنا حجم الفتحة حوالي مليمتر نبقى عدلنا الفرق ده. متهيألي كده أنا استهنت بقدراتك. دي حاجة كويسة صح؟ شكلك مستعد للتدريب العملي بمجرد ما اخلص على هامر هيد. أيوة، ممكن أبتدي أتدرب بأجهزة الشبك من دلوقتي؟ لا، ولو عرفت إنك خرجت حتى من البيت هلغي الموضوع ده خالص. أنت كأنك أكتر وأقل بطل خارق مسلي في نفس الوقت. أكيد مدخل المخبأ بتاعه في مكان قريب من هنا. أكيد تحت الأرض. أظن إن جه وقت استكشاف كهوف المدينة. دي ريحة جديدة. أتمنى إن ألاقي السمور قبل ما الروايح تخنقها. لو عرفت أعدي من هنا من غير ما تبل ده هيبقى إنجاز. ماشي، افتكر يا بيتر، في أنواع من البكتيريا كويسة. ايه الريحة الملحوظة اللي اكتشفتها دي؟
ايه ده حلو قوي. واو، ايه المكان ده؟ كمية الشغل اللي بيحتاجوها عشان يديروا المدينة دي جنونية. مش هعتبر المية العذبة حاجة مضمونة تاني. ماشي، هشوف دي هتوديني لفين. تقريبا في طوب رخو قدامي. هاي ماشي، طوال. بص، عايز تعرف انا كنت بفكر في ايه؟ ما تتكلمش وانت بتتسحب. ماشي، الحوار خلص، لازم انجز بسرعة. خد استراحة تستحقها. انت نعسان جدا. صدقني الوجع هيكون اقل بالطريقة دي. انا عندي اكتر من اللي عندك. شكلهم لطيف جدا وهم عاجزين. تمام، هم دول كلهم. دلوقتي متأكد اني لو مشيت ورا كابلات الكهرباء هلاقي هم مخبيين الصامور فين. اتمنى ما تكونش عربية حمولة من بتاعة المترو. الأسلاك بتودي للنفق، بس القطر ده سادد المكان. الظاهر إني لازم أتصرف وأشد عربية القطر. ما اظنش اني هقدر اخلص الحوار ده بهدوء. حلو، ماشي، همشي ورا السلك الأصفر. النفق مسدود، بس ممكن أعرف أحشر نفسي وأعدي. شنط جثث؟ الموضوع كده راح في حتة تانية. في حاجة لمست رجلي. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة.
تعمليش حساب. شكله قاعدة العمليات الأساسية بتاعتهم. الشنط الصاروخية بتاعت الصامول. أدفع كل الفلوس اللي معايا بس أشوف رجالة محمد هادي يطيروا بيها. مشروع أولمبس. الحجرات دي بتاعت قلت لك انا ساعدت بس في صناعه الحاجات دي، مش انا اللي صممتهم. بيتهيألي اننا مسكنا الشخص الغلط. حلو ان احنا لقينا اول. لا لا ما تشغلهاش ارجوك. شوية وقت بس ممكن احاول اكتشف. هو ده بقى اللي انا عايز اسمعه. اكس ار تي 89 عربية خفية لتوزيع القوات. هو ده اسم بجد؟ أنا هفضل برضه مسميها طفل الحفر. الحاجات دي كلها بتاعت السمور. ايوه معظمها بره البلد. بتفكر في ايه يا زعيم؟ افكر ازاي قدرت تسيطر على المدينه كلها في ظرف كام يوم بس. قصدك قبل كده ساعه حوار ديفلز بريس. ايوه كان حوار رهيب بس ما يبقاش جنون. احنا معاك ادوات الحفر. لو عايزين ادوات احسن يبقى احنا هنحتاج لها. ايوه ماشي. هنعمل كده ازاي؟ افضلوا بتاخدوا حاجاتها وهي هتجيلنا. الظابط دي كانت هتموتني. افتكرتك قلت ان مفيش حاجه ممكن تدمرني. انا قلت تقريبا مفيش حاجه ممكن تدمرك. في الاخر انت لسه بشر. يبقى ما تخلينيش زي البشر. مش فاهم قصدك ايه بالظبط. قصدي اللي انا قلته. روح اشتغل دلوقتي. واو، لو هامر هيبص للحاجات دي نبقى رحنا في داهية. أمور شكلها قريبة. هناك. لازم أعدي عشان أعرف أخرج. أسلاك بفولتات عالية ومية مجاري. إيه أوحش حاجة ممكن تحصل؟ لو هنتعلم حاجة من حوار المخبأ اللي تحت الأرض فهو إن هامر هاد لازم يبقى معاه رجالة مسلحين أقل ومراقبين أكتر للأمان. سمور شكلها قريبة. هناك. لازم أعدي عشان أعرف أخرج. أسلاك بفولتات عالية ومية مجاري. إيه أوحش حاجة ممكن تحصل؟ لو هنتعلم حاجة من حوار المخبأ اللي تحت الأرض فهو إن هامر هاد لازم يبقى معاه رجالة مسلحين أقل ومراقبين أكتر للأمان. كل دقيقة بتعدي وأنا هنا موتك بيقرب. أنا مش فاكر.